الحب والجواز ما يعرفوش سن. اجاوب على الحته دي. الحب لا يبنى عليه علاقه. حلوه الجمله دي، الحب لا يبنى عليه علاقه. الامان اهم من الحب جدا، الاطمئنان اهم جدا من الحب جدا. الثقه اهم من الحب، الاحترام اهم من الحب. كل الاساسيات دي، السكن والموده والرحمه، كل ده اهم من الحب. بالزبط. الحب ده الكريزه اللي بتحلي التورته. البنت اللي بتحب الشوجر دادي هي فعلا بتحبه ولا بتحب امكانياته؟ لو هي مفكره ان هي بتحبه فهي بتضحك على نفسها. هي بتضحك على نفسها. دي في حاله البنت اللي بتضحك على نفسها. بالظبط. طب في راجل مصدق ولا الراجل بيضحك على نفسه؟ نفس النظام. لو الراجل اكبر منها ب20 و25 سنه ومر بتجربه سابقه وعنده اولاد، انت كمان برضو بتضحك على نفسك. انت بتضحك على نفسك بالظبط. طيب لو راجل هنقول انه مصدق نفسه، يعرف منين ان الست دي او البنت دي ما بتحبوش بجد؟ لو انت عايز تعرف هي عايزاك عشان ايه، ممتلكاتك اللي عندك اكتبها باسم عيالك. هتعمل بقى ايه هي اول هي هتبان بقى ساعتها. مش هتقدر تمسك نفسها. القناع هيسقط. اصل خلاص القناع هيقع. ايه ده انا متجوزاك عشان دي اصلا. وعارف يا رندا ومتاكد ان هي ما بتحبوش. هو لا، انت مش هتعرفي تضحكي عليا، انا هاخد الحاله اللي انا عايزها، انا اللي هضحك عليك ماشي. وفي الاخر انت مش هتاخدي حاجه. فهي تبص، طب ما انا كمان عايزاك عشان فلوسك. احنا اصلا ما فيش حب ما بيننا. فالعلاقه دي محكوم عليها من قبل ما تبتدي اصلا بالفشل. وفي شباب تاني بيبقى بتناقش معاهم بلاقيه هو فعلا حاسس انه بيحب الست دي قبل ما يدخل معاها في حياه زوجيه او طيب أو تعامل. هو في شباب بيبقى والدته كانت قاسيه عليه وهو صغير، او هو شخصيته ضعيفه، غير مقبل على الحياه ومش عارف يحقق نجاح في الحياه الماديه. تمام. فيعمل ايه؟ يروح للشوجر مامي اللي معاه فلوس. اللي معاه طب افرض شوجر مامي ومعهاش فلوس؟ لو شوجر مامي ومعهاش فلوس انا هاجي له هو بقى. على اساس ايه اخترتها؟ حنان الام. هي دي. ما بيكونش خد حنان من امه كانت ممكن تكون قاسيه او توفت بدري، ما لحقش ياخد حنان الام. بيعوض ده. فانا مش هاخدها من واحده لسه عندها 20 سنه اساسا ما بقتش ام قبل كده. فيلجأ للي كانت ام قبل كده عشان تديله حنان واحتواء. هو بيدور على دي، الاحتواء. طب الست اللي بترتبط بحاله زي كده، هي ست عارفه كويس هي هتواجه ايه وهتتصدم بايه وبتضحك على نفسها، ولا هي ست مصدقه الحاله بقى وعايزه تعيش ان هي اهم حاجه في حياته حب حقيقي؟ كلنا نفسنا نعيش حاله. كلنا عايزين نصدق يعني. اجمل حاجه في العلاقه هي الحاله. انا معجب قوي بالحاله دي، انا مبسوط بالحاله. بس خد بالك الحاله دي نهايتها مش حلوه، وجع جامد جدا. انا كان معايا حاله في مره جات لي في استشاره، فاللي هي حبت ولد اصغر منها وادته كل حاجه، مفيش حاجه ما ادتهالوش. يعني الحالات دي كتير على فكره، انا بقابلها برضو. عمل ايه؟ خد منها فلوس، رصيد، عربيه، خد كل حاجه وفي لقطه سابها ومشي. انهارت هي انهيار مش طبيعي. طبعا تمام. والم مش طبيعي. وخدنا جلسات عشان نخليها تتخطى الموضوع ده. فانا عايز بقى اروح للشوجر مامي اللي بتدور على دي. مش كل الشباب هتلاقيهم صادقين.